الأخبار الموجزة ليوم الخميس. قام المساعد الإداري لرئاسة الوزراء المولوي عبد السلام الحنفي بزيارة المتاجر المشيدة حديثا على الطريق من بوليخشت إلى بوليباغ عمومي على ضفة نهر كابول. خلال الزيارة تحدث السيد حنفي أصحاب المتاجر ورجال الأعمال والسكان المحليين وأكد على حل المشاكل. قال مسؤولون في دائرة الإيرادات في مقاطعة بامیان إنهم جمعوا في العام الشمسي 1401 الأخير 120,031,000 أفغانيا وسلموها إلى خزينة الدولة. يقول المساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء إن أفغانستان وأوزبكستان ستبدأان العمل في 6 مشاريع كبرى في العام الجاري 1402 بناء على اتفاق مشترك. قال ممثل الاتحاد الأوروبي لأفغانستان إن طردا آخر من 200 طن من المستلزمات الطبية والأدوية وصلت إلى كابول عبر الممر الجوي. صرحت وزارة الدفاع الوطني تم إسلاح 1050 نوعا مختلفا من الأسلحة العسكرية من قبل الفريق الفني للأسلحة الخفيفة في ورشة الإدارة الفنية ل205 من فيلق البدر. تبرعت الجالية الأفغانية التي تعيش في فنلندا ب500 نبتة زينة لبلدية كابول. قال رئيس أركان القوات المسلحة السيد فصيح الدين فطرت جنود الإدارة السابقة الذين بقوا في أماكنهم بعد وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم وأثبتوا ولاءهم للإمارة الإسلامية لا يزالوا يعملون في مكانهم. سيدات الأعمال في سوق خديجة الكبرى التجاري بمقاطعة بلخ سعداء بأن إمارة الإسلامية وفرت لهم فرص العمل.